إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. إلى ربات البيوت. اهلا بيكم فيديو جديد النهارده. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. لازم يعجبكم. انا صاحيه الساعه 6:30. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا حاسين؟ اتمنى تكونوا متخيلين وحاسين. الحقيقه احنا ده يوم دراسي سعيد. نتمنى سعيد ان شاء الله. صحيت بدري فقلت ايه اصور معاكم كده اليوم من اوله. ده بحكم ان انا بحب ايام الدراسه جدا زي ما انتوا فاهمين طبعا. المهم، انا فعلا بكره ايام الدراسه جدا. والله حقيقه بكرهها. يعني انا نفسيتي بتبوظ جدا وعلاقتي باولادي بتتدمر في ايام الدراسه. فليه بقى انا بكره ايام الدراسه؟ لان انا للاسف عودت محمد ابني من هو في KG 1 على نظام مذاكره معين. مش قادره بجد. كل سنه قبل الدراسه اقول خلاص استحاله اذاكر معاه خلاص اسيبه بقى يتعود ويذاكر لوحده. ابدا ابدا خالص. اللي اتعودنا عليه خلاص. وهو كمان ما بقاش يذاكر لوحده. يلا حبيبي نذاكر، يلا يا محمد ذاكر، لا تعالي ذاكري معايا. طب اعمل الواجبات اللي وراك وبعدين هنبقى نسأل مع بعض وكده. لا، لازم خطوة بخطوة اللي بيعملها في المذاكرة. لازم على ايدي. فطبعا الموضوع مرهق، خصوصا بقى لما بيبقى معانا ايه اولاد تانية بقى محتاجة لسه هتتأسس او فالموضوع صعب. فنصيحة يعني لو ولادكم لسه صغيرين او اول سنة في الدراسة او كده، سيبوهم يعتمدوا على نفسهم. هم هيتعودوا من نفسهم وهيوصلوا للمستوى اللي انتوا عايزينه. فلذلك انا بكره الدراسة. يعني انا بكرهها بسبب الضغط العصبي اللي بيحصل لي منها. زائد ان الولاد اللي هم الصبيان يعني للاسف متعبين شويه في المذاكره. مش عارفين مصلحتهم كده من نفسهم. لا لازم انتي ذاكر، اعملي اللي وراك كده. البنات لا، البنات ما شاء الله عليهم بيعرفين اللي وراهم وبيعملوه تمام يعني. فالضغط دايما جاي من الولاد. ان شاء الله ربنا يهديهم جميعا يا رب. وزي ما قلت لكم ما تعودوهمش ابدا على المذاكره خالص. كل واحد ايه مع نفسه كده. نرجع بقى للروتين بتاعنا الصباحي اللي بادئ من الساعة 6:30. والله العظيم أنا مبسوطة جدا. يعني إيه الحاجة اللي أنا غيرتها من السنين اللي فاتت؟ أنا ما كنتش بنام قبل المدرسة خالص. ببقى بسهر وأودي الولاد وبعدين أرجع أنام. لا، بقيت بنام وبصحى الصبح والموضوع زي الفل. المهم كان عندي شوية توم كده قلت أعملهم، لأن التوم اللي كان عندي خلاص خلص. أنا مش هكتر أي حاجة من اللي بعملها في الفيديو، لأن أنا التلاجة عندي خربانة فمستنيه ان انا اصلحها يعني. فبعمل حاجات كده استخدام ايه يعني ما يطولش معايا عشان الفريزر الكبير مش فاضي. طيب التوم بقى انا بعمل فيه ايه؟ بفرمه زي ما انتم شايفين كده، بحط معاه يعني دول شويه صغيره يعني. دول ممكن 5 روز توم او 6 كده يعني. بحط معاهم ربع كوبايه زيت وملح. الملح كمادة حافظة، والزيت بيخلي التوم ما بيمسكش في بعضه، بيفضل طري كده حتى وهو محطوط في الفريزر. دي العلبة دي كان فيها، فانا زي ما تقولوا كده ايه قلت هستخدمها المرة دي، بعد كده ارميها واستخدم واحدة تانية. فايه مرضتش ان انا اغسلها يعني، هي كده كده نضيفة كله توم في بعضه. طبعا انتوا هتلاحظوا ان انا بطلع كل السناتيف اللي في البتاع انا كده بصراحة. وبتضايق جدا من الناس اللي بتسيب حاجات كتير في الحاجات. يعني لما بيبقوا عاملين حاجة خلاص بيسيبوا حاجات كتير كده تتغسل او تترمي. بصراحة انا بستحرم وما بحبش الاسلوب ده. فبقوا خدوا الحاجة المعمولة حلوة كده عشان ايه نحافظ على النعمة. المهم انا بدأت بالثوم اول حاجة. انا شغلي كله بالكبة النهاردة. انا بدأت بالثوم عشان طبعا الكبة هتيجي فيها ريحة، فالحاجات اللي هعملها بعد كده هتشيل منها الريحة خالص. ودي طبعا يعني دايما بعمل كده لما احب اكون مكومه حاجات محتاجه كلها للكبه، او لو هعمل توم بالذات لازم اعمل بعده خطوات تانية. فاحنا بقى دلوقتي نشرب بق بتاع دي قهوه بالبندق جميله قوي. لسه مكتشفاها قريب، لان انا مش من محبي القهوه في العموم يعني عادي. المهم ده فلفل اسود. انا هحمصه. انا ما بجيبش اي بهارات لو يعني ما بجيبهاش مطحونه غير الحاجات البسيطه يعني.
لكن لو في اي حصى، اي نوع بهارات حصى بجيبه، بنقيه زي ما انتم شايفين كده، والله بالخمس يعني، بمسك بين صوابعي كده 5 ب5، ما بيبقاش نضيف ابدا وهو جاي كده. فتخيلوا بقى لما يجي لنا مفروم هيبقى عامل ازاي، بيتفرم باللي فيه بقى. المهم انا كده خلصت الكميه كلها اللي معايا، قعدت فيها فتره برضو لان انا بعمل واحده بواحده. خدت اللي انا عايزاه في الطاسه، والباقي هحطه في درج التلاجة لما اجي اعمل. انا برضو قلت بعمل كميه بسيطه للاستخدام اليوم. انا في العادي ببقى افرم الكميه كلها واحطها في التلاجة، واحط املى علبه البهارات اول باول كده. بس المره دي قلت هعمل ايه، حاجات بسيطه. على ما بيتحمص على النار خدتيني كام شفطه قهوه كده، ما بيقعدش كتير، خلوا بالكم، يا دوب كده ايه، بتقلبوا يا دوب كام ثانيه كده وتقلبوا تقلبوا. التحميص ده بيخلي البهارات ريحتها حلوه جدا وبتطول جدا. انا كنت نازله عطاس كنت نازله عطس وانا بفرم الفلفل الاسمر ده. ف زي ما قلت التحميص وبيطول بقى من عمرها، يعني هي لو قعدت فتره كبيره ما بتبوظش في الحر بقى وكده. فالتحميص ده حلو قوي، بحيث ان هو بيحفظها وبيخلي بقى ريحتها كأنها طازة بالظبط طول مدة ما هي موجودة معاكم. طبعا انا مسحة باستمرار الرخامة، فباخد الحاجة اللي بتقع عليها. انا بقى بفرمها، بحط معاها شوية ملح وخلاص على كده. عملت حركة غبية، ان انا حطيته كان لسه سخن لما اتحمص، فحطيته كان المفروض يبرد الاول. فانا الخطوه دي هاجلها، هحطه في الطبق دلوقتي، هسيبه يبرد خالص وبعدين احطه في العلبه. يعني انا يا اسيبه يبرد المره دي، يا اسيبه يبرد بعد التحميص. طبعا لو شميتوا ريحه الكبه هتلاقوا ريحتها كلها فلفل اسود معاه بسيط من الثوم. هنعمل بقى عشان نضيع الريحه دي خالص، هنفرم فيها عيش. يعني انتوا لو عندكم مفرمة او مطحنة او كبة او وعملتوا فيها اي حاجة ريحتها ماسكة زي التوم مثلا، هاتوا رغيف عيش ناشف وافرموا فيها عيش اللي هو فينو، بيضيع الريحة خالص منها. فعشان كده انا بدأت بالتوم واجلت الخبز لاخر حاجة. طبعا انا في مقاطع كتير جدا، كنت عامله كمان بهارات، عملت تاني يعني كزبره وكده، كزبره ناشفه، بس طبعا ما اتصورتش نفس الطريقه بتاعت الفلفل بالظبط. فانا البهارات اللي هي الصحيحه دي بجيبها واعملها في البيت. المهم ده كان عندي حاجه كده كنت حكيت عليها في الفيديو اللي فات، قصه حياه البتاع العيش اللي عندي ده. فطبعا انا مش هرميه، فعملت منه بقسماط برضو، ما كترتش، ببقى اكتر واحط في التلاجة واخد للاستخدام. بس انا المرة دي عملت برطمان واحد بس، لان التلاجة بصراحة يعني مضيعة كل المجهود اللي بيتعمل، كل حاجة بتبوظ منها بسرعة. المهم انا ممكن بقى تحطوا بهارات وانتوا بتفرموا الخطوة دي، بس انا حطيتها بعد ما فرمت وقلبت كويس. بهارات بقى اللي تحبوها. انا حطيت فلفل اسود، وحطيت كزبره، وحطيت كمون بسيط قوي، وحطيت كركم، حطيت كل البهارات تقريبا اللي عندي، والبهارات السبع كله. وحطيت كمان ملح بس ما كترتش ملح. وحطيت كمان شويه قولوا نص كيس كده فيجيتار من اللي هو بتاع مايوي اللي بيبقى في مصر ده. اختي جابتهولي، فحطيت نص كيس مع الكميه دي، ملولي برطمان كبير كده. بيبقى حلو جدا ومنجز وموفر عن البقسماط اللي بيجي من بره، وبكمية بقى حلوة، فاعملوها وطعمه بيبقى جميل. دي لما كنت بحط البهارات. بس برضو زي ما قلت لكم في كذا مقطع كده طار مني، معرفش ليه والله، فمش مشكلة. انا دلوقتي بقلب كويس وهحطه برضو في البرطمان، وبعد ما بحطه بقى برجه كام رجة كده فبيتقلب تمام يعني، وبستخدمه بقى على طول. بيبقى حلو جدا. طبعا الخبز كلكم عارفين طبعا ان احنا بنعمل بقسماط في البيت عادي جدا يعني. بس انا مزوده المره دي خطوه الايه بتاعت الفيجيتار بتاع مايوي ده، حلو قوي قوي، ومش عارفه هو بكام والله، اختي بعتتهولي، فقلت ايه اعمله واستخدمه. طبعا الكبه خلاص ريحتها بقت زي الفل. عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي يعني بعد طبعا انا عملت شويه وقفت غيرت، كنت لابسه الاسدال وبصلي عشان الولاد، ومشيت الولاد على المدرسه يعني. فايه قلت بقى هجهز الغدا.
دلوقتي، ولو حبيت انام، لو معايا وقت وعايزه انام قبل الولاد ما ترجع، الولاد بيرجعوا على الساعه 1 هنام، مفيش وقت هصحى. بس ايه طبعا لقيت نفسي ايه خلصت بدري، مفيش ولاد في البيت، فالتصوير ايه خدش وقت يعني. فانا هجهز الغدا، وبعدين بقى نبقى نسويه بعدين بقى الساعه 4 او كده، لان احنا بنتغدى متاخر الساعه 8. فطبعا قدامي وقت كتير، فانا قلت هعمل الفراخ اتبلها وهسيبها، هعمل فراخ مشويه في الفرن ومعاها مكرونه بشاميل بس كده. فطبعا ظبطتهم وحطيتهم في التلاجة، لما بيجي بقى الساعه 4 بدخلهم الاتنين مع بعض الفرن وبنخلص اسرع اكله في الوجود والله. المهم طبعا اللي بتحطوا في تتبيله الفراخ اللي انتوا عايزينه، انا الطماطم والبصل اساسي. بعد كده بقى اي بهارات انتوا تحبوها. بحط الزبادي بعد ما بفرم، عشان الزبادي لما بحطها في الاول بحس ان هي بتتحول لميه كده، ما بستفادش منها، فبسيبها للاخر وبقلبها معاهم كده. الزبادي بتطر الفراخ. شايفين رجلة الفراخ دي؟ انا شاريه ب5 ريال من عند الراجل بتاع الفراخ. قلت له عايزه رجل فراخ، اداني ب5 ريال قد كده، حلوه قوي، بموت فيها. فبحطها بقى، ما بقسمها كده مع الفراخ، ولو هسلق بقى وكده واقعد بقى ايه امصمص فيهم. محدش يضحك. المهم مكرونتي بشاميلي طلع يابس شويه، انا بحب يكون طري عن كده. فانا هعمل له ايه، انا عمري ما حطيت بيض في البشاميل خالص. فانا هحط خدت طبعا الكميه اللي انا عايزاها وقلبت في المكرونه وكده. الحبه اللي في الحله دول بقى هضيف معاهم بيضه. عمري تاني ما حطيت بيض في البشاميل خالص، وبعمله المره دي حطيت، قلت عشان ايه اخليه خفيف شويه. هي البيضه انا ما حسيتش يعني مش مقصره في الطعم، هي مقصره بقى في اللون، مظبطه اللون لون الصينيه خالص في الفرن، مخليه الوش كله كده ايه واخد تحميره حلوه. بس مش هكررها لان انا ما لقيتش اي يعني ما اعرفش، حسيت الموضوع عادي يعني، او ممكن اكررها ما اعرفش، على حسب برضه. الطبخ ده مزاج، وعلى حسب بقى مزاجنا كده وقتها ايه اللي حاصل فيه يعني. فانا دلوقتي لقيت ان انا محتاجه ان انا احط بيضه، المره الجايه ممكن ما احتاجش ان انا احط بيضه، فعلى حسب بقى. المهم ان انا ما صورتش معاكم برضو في الاخر، لان خلاص بقى كانوا الولاد جم وبنذاكر وكده، يا صور يا ذاكر، حاجه من الاتنين، مش هينفع خالص يعني. المهم انا سبتهم بقى في التلاجة زي ما قلت لكم. وبصوا الموضوع بجد طلع حلو قوي. حكايه الصحيان بدري دي يعني بتوفر جدا وقت ومجهود، طول اليوم بنبقى فاضيين كده. المهم ده اخر حاجه معانا في الفيديو. الطريقه دي الخلايجه بيعملوها، فقلت اجربها علشان شعر بنتي خفيف وقصير ما بيطولش بسهوله، فقلت اعمل الوصفه دي لعل وعسى ايه ان هي تنفع. طبعا نتيجتها مش هتبان دلوقتي، يعني محتاجين 3 شهور كده ولا حاجه، عشان الحاجات دي ما بتبانش بسهوله اي حاجه للراس دي. المهم انا حطيت معلقه حبه البركه، ومعلقه بهار اسمه ايه روزماري وقرنفل، وحطيت الميه السخنه ونقعتهم 24 ساعه، وبعد كده بصفيهم واحطهم في بخاخ. هقول لكم ان شاء الله لو عشنا باذن الله واستمرينا مع بعض نتائجه كويس ولا لا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك بعد اذنكم، وكومنت حلو منكم كده يكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم. ولو اول مره تشوفوا قناتي تشتركوا في القناه. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه.